او الجلسات اللي هي زي الدرمابان او الحاجات اللي هي الظريفه دي بتكون في خلال معانا من اسبوع لاسبوعين او اسبوع ل10 ايام، حلو جدا. لكن اي اجراءات تانية لا، لازم وقت قبلها، فبلاش نزنق نفسنا وفي الاخر هطلب نتيجه مش هتحصل. طب ماشي، إحنا هنمسك بقى إيه خطوة، خطوة. خطوة الليزر أنتِ قُلتِ المفروض سَنة، هل السَنة مضبوط. دي يعني وقت كافي هيدّيني الإجابة المُجزية أو النتيجة المُجزية اللي هتخلّيني أنا راضية عن نَفْسي بيها؟ أنتِ اه أكيد عارفة إن لازم العروسة تبقى لأ، perfect قمراية. هتدّي على الأقل نسبة رضا 80، 90%. أصل أنا لو قعدت سَنة باعمل جلسات وأنا الشعر في جسمي زي ما هو، يبقى أنا في غلطة في الموضوع، يا في الجهاز ناس مش مضبوط، يا الtechnician مش عارفة تضبّط الجهاز على جسمي. لكن الصح إن أنا أكيد في خلال سَنة أكيد هالاقي على الأقل نتيجة بنسبة 80، 90% ترضيني. هو كده أو كده الليزر ما بيعملش إزالة للشعر بنسبة 100%، وما فيش حاجة اسمها sessions أو جلسات ليزر بتخلص، لأن الليزر بياخد وقته، وبعدين لازم نفضل بنعمل retouch كل فترة. فلازم طبعًا أكون على الأقل واخد نتيجة مرضية في خلال سنة، وقت كافي.